السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالي بقى اقولك بمكونين اتنين بس هتعملي احلى وافخم ايس كريم مانجا طبيعي جدا جدا ولا غلطه. طعم المانجا وريحه المانجا، وطبعا عندنا المانجا متخزنه من السنه اللي فاتت، يعني حبايه مانجا واحده بس كفيله تعملك كميه حلوه جدا جدا، ده غير نظافه الحاجه اللي بتعمليها بايدك في البيت والمانجا اللي انت شايفاها بعينك وقد ايه هي مضمونه. وطبعا انتوا فاهمين كلامي كويس. يلا بينا نشوف المكونات وهنعملها ازاي مع بعض. حتى لو انت ما عندكيش مضرب كهربائي هقولك تعمليها ازاي بكل سهوله. هتجيبي حبايه مانجا حلوه كده من الفريزر، انا جايباها من الفريزر يعني متلجه، يا دوبك شطفتها بس كده بميه وبقشر القشره زي ما انتوا شايفين بتتشال بكل سهوله من غير ما تاخد مانجا معاها. تمام. طيب لو انت شايله المانجا في الفريزر وهي قطع، هتعايري بمقدار كوبايه، يعني كوبايه كده مليانه من القطع المانجا. انا عامله بالنظر عشان انا متعوده بعملها على طول وكده. قشرتها طبعا، المانجا التانية دي زياده، بس يعني انا قايله لكم على مقدار مانجايه واحده بس. طبعا هتشوفوا اللي منجايتين لما يتقطعوا هتطلع كميه حلوه جدا، ولما اجي استخدم هستخدم نص الكميه. شايفين المانجا يا دوبك بس فكه سنه بسيطه، يعني لما تطلعي المانجا من الفريزر وهي متقطعه جاهزه هتسيبها تفك شويه، يعني بنسبه 70 او 80%. ما تطلعوش من الفريزر يسيح خالص وتنسيه عشان تقدري تاخدي القوام اللي احنا محتاجينه النهارده في الايس كريم. عايزه اقول لكم اللي هيجرب الايس كريم بالطريقه بتاعتي بجد هتدعوا لي عليه، وهتكتشفوا قد ايه هو موفر وطعمه تحفه. وانتظروا مني اعمل لكم ايس كريم بالفراوله وبالشوكولاته. تمام. ان شاء الله هنزل لكم الفيديوهات الجايه الاطعم المختلفه اللي انتوا حابينها. خدت بقى قطع المانجا حطيتها في الخلاط وعليها كده كام معلقه من السكر، يعني بمقدار ربع كوبايه، مش هنحط سكر كتير خالص. وهنحط عليها كده شويه ميه بس تبقى المانجا هي اللي ظاهره والميه شويه صغيرين. تمام. هضربها كده في الخلاط هتلاقي قوامها كده تقيل، وبصوا مش مسكره، هي طعمها مش مسكر. السكر والحلاوه كلها هتبقى في الخليط لما نعمله مع بعض، نقلبه كده مع بعض. كده خلصنا من اول مكون. المكون التاني معايا كوبايه كده من الكريم شانتيه الخام، وعليها نص كوبايه من السكر حبيبات عادي مفيش مشكله، وعليها كوبايه ميه فيها قطع تلج او متلجه او ساقعه خالص. هنضرب كل الكلام ده مع بعض. وطبعا الكريم شانتيه سهل وبسيط وكل الناس عارفاه. شايفين بقى ضربته لحد ما بقى قوامه تقيل جدا، ما بزودش ميه بقى عن كده ولا حاجه. هنا بقى بحط المانجا زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت كميه غير اللي انا ضربتها خالص، انا ضربت كميه حلوه بس في نفس الوقت انا حطيت كميه قليله خالص، عشان كده قلت لكم هي حبايه مانجا واحده بس كفيله تعمل لكم كميه الايس كريم اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي. شايفين قوامها عامل ازاي؟ تقيله جدا، ولو كنت زودت مانجا عن كده كان هتبقى حلوه برده وجميله، وبس هتاخد وقت اطول شويه في الفريزر. تمام. هنا بقى حبيت اعزز اللون شويه عشان تبقى لونها اصفر شويه. حطيت كده لون قابل للاكل، لون صحي جدا، وعشان بس مجرد لون، لو مش حابين خلاص عادي. شايفين بقى القوام عامله ازاي؟ تحفه جدا، وطعمها من اول دلوقتي خطيره. شايفين عامله ازاي؟ عايزه ابين لكم كده القوام على قد ما اقدر عشان لما تعملوها لو زودت حاجه او نقصت حاجه او يعني اي كميه زادت منكم ولا حاجه تشوفوا القوام عامل ازاي في الفيديو. عامه ما تقلقوش خالص، كلها تبقى طعمها تحفه، حتى لو كانت سايله عن كده او تقيل عن كده كلها تبقى تحفه وجميله جدا. شايفين بقى كميته قد ايه؟ بجد مش قادره اقول لكم قد ايه هو موفر جدا جدا، ومكونين بس زي ما شفتوا عامل معايا كميه، والطعم بجد في حته تانية. هاخده بقى زي ما انتم شايفين كده زي ما هو من غير اي اضافات خالص، هشيله في الفريزر من اول 6 ساعات لحد زي ما انت عايزه. يعني لو عدى عليه 6 ساعات حابه تاكلي منه مفيش مشكله خالص. لو حابه تبيتيه زي ما انا بيته، انا سبته الليله كامله في الفريزر خد راحته خالص. وده شكله بعد ما طلع من الفريزر، بجد مش قادره اقول لكم عامل ازاي. قوامه تحفه جدا وبيطلع بكل سهوله بالمعلقه اهو. لا هو متلج خالص اللي انت مش عارفه تطلعيه من مكانه، ولا هو سايح، لا حلو جدا جدا والقوام مظبوط. طيب لو انت بقى ما عندكيش المضرب الكهربائي عشان تضربي الكريمه، زي ما شفت كده اول خطوه هنمشي بيها عادي جدا، اللي هو العصير المانجا تقيل جدا جدا. هتاخدي نص الكميه زي ما شفتوا، او يعني مقدار الكوبايه. تمام. وهتحط عليها كوبايه كريم شانتيه والسكر والميه المتلجه، يعني هتاخدي كل الخطوات تضربها برده في الخلاط. تمام. وهيطلع معاكي برضو ايس كريم تحفه جدا ومفيش فيه اي مشكله خالص. بس الفكره هنا ان هنا بيدي كميه اكبر، يعني لما تضربيه في الخلاط مش هيدي معاكي نفس الكميه، لان الكريم شانتيه لما بنضربه لوحده بيدي فوليوم اكتر وبيعمل ضعف الكميه تقريبا. وبس كده. يا رب تكون الطريقه سهله بالنسبه لكم وتقدروا تعملوه بكل سهوله. وطبعا اللي يعمله ما ينساش يصوره لي ويبعته لي. حابين بقى تزينوه باي صوص عندكم، صوص شوكولاته، فراوله، اي صوص عندكم مناسب، او مكسرات او فاكهه، هتبقى حلوه جدا. عايزه اقول لكم صوص الشوكولاته كان تحفه جدا جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش هنزل لكم باقي الوصفات بتاعه الايس كريم بطرق برده سهله وبسيطه.